طلع من دمها كرواسون كرايسور كرايسور استغفر الله العظيم. طلع من دمها كرايسور وبيجاسوس، ولادها من بوسايدون طبعا. تمام. كرواسون بالجبنة. يا ترى كم واحد هنا عارف قصص أمنا الغولة وأبو رجل مسلوخة وما شابه؟ هل من مجيب ولا كله من جيل السمارت فونز؟ الأساطير اليونانية تسميها إغريقية يونانية، كلها أساطير جريجي. وبما إن اليونان قريبة قوي جالنا منها العجب، وكانت جدتي تخوفني بيهم إما أكون بتشاقى وعاوزاني أقعد مكاني ما أتحركش. وزي ما قلنا اليونان ثقافتها مليانة بالأساطير والخرافات. طبعا، زي آلهة زي زيوس، أولمبس، أبولو، فينيس، كل واحد له تخصصه، لحاجات معينة اعتقدوا فيها. كتير بقى من الأساطير دي تترجم زي الإلياذة والأوديسا وأسماء تانية كتير، ما كانش كلهم مترجموا عربي أساسا. وزي ما كان في قصص وحواديت عن آلهة، كان لازم يبقى في برضو عن أبطال زي هيراقل وبيرسيوس، وعن وحوش منها سايكلوبس، سفنكس وغيرهم، وأهمهم ميدوسا وهايدرا، عشان دول موضوعنا النهارده. بس الأول عايزة كل بنت جميلة صعبان عليها ميدوسا تشترك وتفعل الجرس. وانا بقى عايز كل حبايب هايدرا يشتركوا وكمان يعملوا لايك. يلا يا وحوش. الأصل الطيب. ميدوسا من أشهر وحوش الجرجون، تمثالها وصورتها ست بجناحات وراس مليانة تعابين، وكانت بتترسم ست جميلة مش مخيفة، لأنها أصلاً ست جميلة بنت بتشتغل في معبد أثينا. هتسألوني طبعاً مين أثينا دي؟ أثينا كانت إله الحرب، حبها بوسايدون. لو مش عارفين مين ده أقول لكم أنا برضه، ده إله البحر جوز أثينا. يعني أثينا إله الحرب وبوسايدون إله البحر، الحروف اتلخبطت. ايوه بالظبط كده. وما قفشتهم مراته في المعبد بتاعها. انا فكرت ان هي قفشتهم في البحر. لا، في المعبد بتاعها. لا، انا فكرت ان هم قفشتهم في الحرب. قلت في المعبد بتاعها. انتقمت بانها لعنتها تبص لاي راجل يتحول صنم حجر، وحولتها لوحش. ويقال انها واحده من 3 اخوات جرجونيين، اسميهم صعب عليا بصراحه، ما تاخذونيش ولا تاخذوني، ما حتى لو قلتهم هتنسوهم اصلا. ودي قصه ميدوسا. امال هايدرا اصلها ايه؟ هايدرا اصلها وحش، بنت وحوش، ابوها تايفون، ابو 100 راس. متخيله في واحد عنده 100 راس، عندي بيلبس تيشيرت ب 100 فتحه. وامها ايكندا اللي نصها ست ونصها تعبان. هايدرا شبه ميدوسا في موضوع التعبان، بس هي بتعيش في مستنقعات ارجوس، عندها يجي 10-12 راس. ايه حكايه الروس دي يا جدعان؟ هم كانوا ايه موضوع الروس ده؟ عندها 10-12 راس، وساعات بيقولوا 100 زي ابوها. 100 راس؟ 100 راس. عارف البورس لما تطلعي ديله بيطلع له ديل؟ هي بتطلع لها راس، تطلع لها راسين. يمكن بقى من هنا طلعت مقولة تكسر البنت ضلعها يطلع لها 24. يطلع لها ضلعين. ما 24 مش عارف ازاي. انا رأيي النقطة دي تروح لميدوسا. صعبان عليا قوي الست، ما عملتش اي حاجة غير انها حبت وفجأة اتقفشت واتلعنت. 1-0 لميدوسا. الموت. ميدوسا الجرجون الوحيد اللي ممكن يموت. اخواتها لا، فبيرسيوس ابن زيوس البطل وقاهر الوحوش في الاساطير قتلها وهو محمي في درعه اللميع، وقطع رقبتها وفصل راسها الثعبانيه عن جسمها. طلع من دمها كرواسون كرايسور استغفر الله العظيم. طلع من دمها كرايسور وبيجاسوس، ولادها من بوسايدون طبعا. تمام. كرواسون بالجبنه. واخد راسها اللي كانت ليها قوة تحويل اي حاجة تبص عليها الحجارة دي، اداها لأثينا، حطتها على الدرع بتاعها. اما هايدرا ما قدرش عليها غير هيراقل ابن الاله زيوس برضو، بس الصغير بقى دوخته على ما ماتت.
هرقل خلى ايولاس يكوي مكان ما هو بيقطع روسها عشان ما يطلعش غيرهم من مكان الجرح. تقدم علمي برضه، وخلصوا على الروس اللي بتموت، ما كانش فاضل غير الراس المنيعة الأخيرة. موتي بقى موتي، خلينا نخلص منك. هرقل ذبحها ودفنها تحت حجر، وحط سهامه في دمها علشان تبقى مسممة ويقاتل بيها بعدين احتياطي يعني الوحوش تانية. ما هو كان عليه 12 مهمة، هايدرا واحدة منهم. النقطة دي طبعا لهايدرا، 1-1. طب نعمل ايه كده متعادلين؟ لازم نشوف نقطة حاسمة. حب الناس. ميدوسا مظلومة والناس بتتعاطف مع المظلوم دايما، فتلاقيهم بيحبوا ميدوسا وبيرسموها حلوة دايما. واتعمل ليها افلام وكرتون ومسرحيات وقصص كتير قوي. ما تيجي نحاول نحصر افلامها على النت؟ لا صعب قوي، مرة يطلع لي 50 ومرة 80، ده غير ان في افلام عن اساطير تانية لكن ليها ذكر فيهم، مش سهل نعرف كام فيلم بس هم كتير. طب وحب الناس مع هايدرا؟ هايدرا تعاطف الناس معاها اقل واهتمامهم بيها اقل. في عنها افلام وقصص كتير بس مش زي ميدوسا، مش لاقي اسماء اعرف احددها. يعني ميدوسا تكسب وننهي الماتش 2-1؟ انا شايف كده بصراحة. طيب صوتنا كان لميدوسا، ويا ترى انتوا صوتكم لمين؟ هيظهر دلوقتي على الشاشة 2 من اكتر الماتشات اثارة. Enjoy!